بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. اليوم جيت نحكي لكم قصتي. أنا ملكة، فعمري 38 سنة. الأخلاق والجمال الحمد لله. واحد الإنسانة طيبة، كنبغي الخير لجميع الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى ابتلاني في أغلى وأقرب الناس ليا، اللي هي الأم ديالي. الأم ديالي الله يسمح ليها كانت كتكرهني وكتعدى عليا، تقول انا ربيبتها ماشي بنتها، تنكد عليا دايما، وخا نشوي الشحمه فوق ضفاري ونعطيها ليها ما تحنش فيا. التعامل ديالها كان كيقتلني 1000 مرة في النهار. التعامل ديالها كان معايا هكا ملي كنت صغيرة، وكانت هي السبب المباشر في عدم الاستقرار النفسي اللي انا كنحس به. والله نعاود لكم جوزات عليا تقولوا لي كتزيدي فيه ولا غير راكي كتخيلي. والمشكل الكبير كنت عايشه غير انا وياها، تقول بحالنا منبودين من المجتمع والعائله، لان امي ما تخليش شي حد ما كتدخلش فيه. جميع العائلات بدات معاهم العيب وتخاصمت معاهم، وحتى الجيران كيعاشروها واحد السيمانه صافي ويقلبوا عليها، صافي كيعرفوا اش كتسوى وكتساليها معاهم بالدباس. وليت كنحس حتى واحد ما كيحملها في الحومه ولا العائله، حيت لسانها طويل. كلشي كان كيتفاداها. طبعا انا دابا مزوجه والحمد لله، لكن ما تزوجتش بكري رغم الجمال والاخلاق ديالي. غير عمتي الله يجازيها بخير بقيت فيها وشفت الحاله اللي انا عايشه فيها، وزوجتني ولدها. شكون اللي غادي يزعم يتزوج وحده بحالي؟ امها بحال الشوكه، خاصها غير في من تلصق. كلشي كان كيقول هادي امها كيفاش دايره، يعلم الله كي غتكون البنت. كيحكموا عليا بلا ما يعرفوني. واحد المره بنت جيراننا قالت لي شتي كون ما كانش غير هادك هي امك كون راك الخطاب شادين عليك الصف بهاد الزين كامل اللي فيك. وقالت لي واحد المره راه جاو شي وحدين عجبتهم وجاو كيسولوا، منين عرفوا عاودوا لي من الناس على امي مشاو في حالهم. ايوا سيدي كيقولوا لك قرب برمع على فمها تخرج البنت لامها. شتو اختكم شحال ديال الظلم اللي تعرضت ليه، رغم انني ما كنشبه ليها في والو. كنت دايما كنحلم تكون عندي غير امي ونكون فاهمه انا وياها وما يكونوش عندنا المشاكل مع الناس. واكيد دابا كلكم كتسولوا شكون با. الوالد ديالي كان مسكين، حتى هو قهراته. تصوروا كان كيجي للدار غير باش يبات فيها، باش يتفاداها ويتفادى المشاكل ديالها. ملي كنت انا صغيره الا شفتو كيلعب معايا ولا شفتو جاب ليا شي حاجه كتنوض مع الصداع. حتى ولا مسكين الا تشهى ليا شي حاجه ولا بغى يجيب ليا شي سقاطه كيجيبها ليا بالتخبيه على امي، ما خاصهاش تشوفها. ما تصوروش دابا شحال قلبي كيحرقني وانا كنعاود لكم القصه ديالي، رغم انني تزوجت ما بقيتش عايشه معاها. لكن ملي تفكرت هاد الاحداث تفكرت شحال ديال الالام اللي دوزت مع هاد المراه هادي، لدرجه وليت ملي كنسمع كلمه امي كنحس بالرعب. فكرت بزاف ديال المرات ننتحر بسبب التعامل ديالها، ولكن داك شويه ديال الايمان اللي كان عندي في القلب ديالي هو اللي كان كيمنعني على الانتحار. وحتى هاد كنت نفكر كنقول الا انتحرت وخليت با مسكين حنيني غيبقى بوحديتو، ما عينو الصداع ديال الوالده، ما عينو يبكي عليا. ما نكذبش عليكم، واحد الوقيته دخلت في واحد الاكتئاب كبير وكرهت العالم وكرهت حتى راسي. حتى فرج عليا ربي بعمتي اللي زوجتني لولدها. وحتى ملي جا ولد عمتي بغا يتزوج بيا حلفت بيمينها لا تزوجت بيه ولا تزوجت بيه. لكن هاد المره با وقف ليها وقفه صحيحه، وقف معايا حتى تزوجت ولد عمتي وبدات كتغير حياتي. على الاقل وليت كنشوفها مره في السيمانه، ماشي هي بحال قبل كون وجهي في وجهها دايما. كنت كل سيمانه كنمشي عندها كنشقى ليها ونخمل ليها وندير لها اللي بغات غير باش تعطيني اتساع انا وراجلي.
حتى لواحد السيمانة ما مشيتش حيت راجلي كان مريض بزاف وما قدرتش نخليه بوحديتو ونمشي. ايوا غير انا ما مشيتش وهي ما تسناش تعرف علاش ما جيتش. جات بلا عكز عليها، جات حتى الباب ديال الدار، ما خلات فيا لا جد ولا تصيله، فرجت فيا الشيران وشوهاتني في الحومه. شوهاتني في الحومه اللي مازال انا جديده فيها، الناس ما كيعرفونيش. خرج الراجل ديالي هو عارفه كيفاش دايره، وبقى يطلب ويزوق فيها حتى دخلات. كي دخلات وجلسات ويقول لي جيبي لمنا شي حاجه بارده تشربها. ما تصوروش ملي قال لها هاد الكلمه هادي السيده بردات تكون خويتي عليها الثلج. ملي جبت ليها الماء تصدمت فيها انايا، لقيت السيده تهدنات وبدات كضحك هي وياه. شويه هو يغمزني وبدا كيغوت عليا وقال لي علاش اللي ما اتصلتيش بها وتقولي ليها راه راجلي مريض، داكشي علاش ما جيتش. وحتى انا ديك الساعات عييت وبقيت كنطلب فيها السماحه غير باش تهنينا. قال لي اجي بوسي على رجليها، راه الجنه تحت اقدام الامهات. ما نكذبش عليكم، اول مره كنحس واحد الاحساس تجاه الام ديالي اللي عمرني ما حسيته. وحتى في عينيها شفت واحد النبره، شي حوايج شفتهم في وجهها ما عمرني ما شفتهم. المهم كنحس واحد الاتجاه غريب وبزاف. المهم امي تهدنات وبردات وبدات جالسه وكتهضر وتجمع معانا بحال اللي ما كاينه حتى شي حاجه، تقول هزيتي مرا وحطيتي مرا واحده اخرى. انا غير مصدومه وما عرفت هادشي واش تمثيل ولا بصح. المهم امي مشات في حالها وانا بقيت غير مصدومه، وانا نجي عند راجلي وانا نقول لي دخلنا عليك بالله الا ما قول لي اشنو اللي درتي لامي تولات السيده هكا. قال لي انا ما درت لها حتى شي حاجه، حسستها غير بان هي واحد الحاجه مهمه، داكشي علاش خاصك تهلاي فمك وتهتمي بها حيت امك محتاجه الاهتمام. هادشي هو اللي خلاها دير لك هادشي كامل. وداك التعامل اللي كانت تتعامل معاك به هذاك السخط ديالها على الحياه اللي ما نجحتش فيها وما نجحتش مع الناس، وكانت كتبرد ديك الغديات ديالها كاملين كتبردهم فيك. وقال لي انت اش خاسره اللي قالتها قولي بصح، معاك الحق واخا تكون غلطه، ما تقوليش لها راكي غلطه، سايريها وعطيها الحنان بحال شي طفله. وبهذا التعامل هكا غادي تغير مع الوقت. مشى راجلي ينعس حيت هو اصلا كما كتعرفوا مريض. وانا ما نكذبش عليكم الليل كامل ما نعستش وانا كنفكر، تنقول زعما نكون انا السبب، انا اللي خليت امي توصل لهذا الشيء، واش انا اللي ما عرفش نتعامل معاها مزيان. حيت لقيت راسي من نهار تزاديت وجيت للدنيا حتى لهذا النهار هذا عمرني ما شفت معاها النهار الابيض، كاينين غير المشاكل. وقيله هي كانت كتحس بانني تنقلب على كيفاش نتفك منها، داكشي علاش كانت كتعايرني وكتنكد عليا. وقيل حتى انا كنت دائما كنبين ليها كميه الكره ديالي ليها. فعلا عمرني ما بينت الحب ديالي للام ديالي، وعمرني ما حتى تعنقني ولا نحس بالحنان ديال الام، ما عمرني ما حسيت به. وكنت كلمه واحده اللي كنقولها ليها دائما، كنقول لها بسببك كرهونا جميع الناس، ما خليتي لينا لا احباب ولا صحاب. فعلا تبعت كلام راجلي وغيرت طريقه كلامي والتعامل ديالي مع الام ديالي، واي حاجه قالتها كنقول لها بصح، ونبقى نبوس راسها ورجليها ونطلب منها السماح. بديت كنقول لها انا بنتك وحياتي بلا بيك والو ما كتسوى حتى شي حاجه. مره على مره بدات الوالده تترطب وبدات تتغير، وحتى الهضره ديالها معايا ولات في شكل واحد اخر. وهدرت مع با وطلبته باش يبدل التعامل ديالو معها. قلت له علاش انت كتجي للدار غير كتنعس، خاف الله في مراتك. قال لي واش هذيك تتعاشر، هذيك ما كتعاشرش. ولكن بقيت كنطلب في با بقوه لي انا عزيزه على با، سمع الهضره ديالي ودار داكشي اللي قلت ليه. وصافي بقيت كنمشي لدارنا بزاف، ولينا كنجمعو كندوزو وقت كتير
أنا والوالد، وكنحس براسي ولينا عائلة بزاف. ما نكذبش عليكم، نبغي نشكر بزاف راجلي، حيتاش هو اللي فيقني بعيبي، وهو اللي وراني الوالدة ديالي راهي محتاجة للحنان والاهتمام. عليها كانت دايما معايا في المشاكل. ما تنسونيش من اللايكات والاشتراك في القناة، وكذلك ما تنسوش بارطاج ديال القصة مع الأهل والأحباب لتعم الفائدة، وما تنسوش صاحبة القصة من التعليقات ديالكم. السلام عليكم.